لكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. يبقى معك في القبر هو العمل الصالح. يمشي مع ابن آدم ثلاثة يتبعه: ماله وولده وعمله، ثم يرجع اثنان ويبقى العمل. نسأل الله أن تكون أعمالنا تؤنسنا في قبورنا، ونعوذ بالله أن نقول ونحن في قبورنا: من أنت؟ فوجهك لا يأتي بخير ورائحتك لا تأتي بخير، فيقول لك: أنا عملك السيء. نعوذ بالله من سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله أن يجعل أعمالنا مؤنسة لنا في قبورنا ومفسحة لنا وسببا لدخولنا لجنة عرضها السماوات والأرض. لما قال هناك ويسأل، هذه هي فتنة القبر. فتنة القبر أن يسأل الإنسان الأسئلة الثلاثية: من ربك وما دينك ومن نبيك. هذه الأسئلة قد تجيب عنها في الدنيا، لكن في القبر الله أعلم من يجيب ومن لا يجيب. واختلف العلماء رحمهم الله: هل تسأل غير هذه الأمة من الأمم عن هذه الأسئلة؟ على قولين. من العلماء من قال إنه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الحديث إن هذه الأمة تفتن في قبورها. ومن العلماء من قال بل إن هذه تسأل أمة محمد والأمم السابقة، وذلك لأن هذه الأسئلة فيها فتنة وفيها شدة على الإنسان. ما يدري الإنسان هل يثبته الله على السؤال أم لا. يثبت عند السؤال، ونسأل الله أن يثبتنا عند السؤال فننطق. اختلف العلماء كذلك عن ضمة القبر. ما من إنسان يموت إلا وقد ضمه القبر. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، الذي اهتز له موته العرش الرحمن، ومع ذلك ضمه القبر. ونسأل الله أن يجعلها ضمة لطف ورحمة وإلى جنة عرضها السماوات والأرض.